السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الشيف عماد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو مغاير على الفيديو ديال الطبخ. غادي نتقاسم معكم بعض المعلومات على فاكهة التين الشوكي الأحمر. واحد الفاكهة اللي كتحتوي على العديد من الفوائد للصحة الجسم ديالنا. وقمت بواحد البحث صغير وجمعت واحد المعلومات حبيت أنني نبارطاجيها معكم باش تستافدوا منهم. ونبداو على بركة الله في الفوائد التي كيحتوي عليها التين الشوكي الأحمر. فهو كيحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي كتعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي للإنسان، وكتحميه من بزاف ديال الأمراض. وكيحتوي على بعض الخصائص التي تعمل على الوقاية من الإصابة من أمراض مزمنة كالبرد إلى آخره. وكيعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم. وبالتالي فهو من أبرز الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكر. كننصح الناس اللي مصابين بالسكر باش يتناولوها. كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي كتعمل على تعزيز الجهاز الهضمي، وتحد من الخطر الإصابة بالالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي. كما أنه يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية. كما أنه يحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية ومنها المعدة والثدي. وكيعالج فقر الدم. الناس اللي كيعانوا من فقر الدم كيعالجو. يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتمد الجسم بالنشاط والحيوية. وكيحافظ على صحة العظام والمفاصل، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تحسين كثافة العظام. كما أنه كيضبط مستوى ضغط الدم في الجسم. لذلك كنصح الناس اللي مرض بالضغط العالي أنهم يتناولوا هذه الفاكهة. هذه غتنفعهم بزاف. كما كتشوفوا مشاهدينا، هذه الفاكهة اللي بزاف الناس ما كيتناولوهاش. فهي كتحتوي على بزاف الفوائد للصحة ديالنا. وغادي نوريكم في هذا الفيديو مشاهدينا كيفاش انكم تزرعوا هذه الشجرة هذه، وتبداو تزرعوها غير في البيت ديالكم، وتبداو تستافدوا من العديد من الفوائد اللي بزاف. كما كتشوفوا انا زرعها غير في البيت ديالي في السطح. وكما كتشوفوا في المنتوج كيجي وفير الحمد لله. وكنصحكم انكم تتبعوا هذه الخطوات اللي نعطيكم باش نتوما تستافدوا في البيوت ديالكم كما كتشوفوا مشاهدينا. وغادي نوريكم طريقه باش تزرعوها، طريقه جد سهله. غادي نحتاجوا اولا واحد الوعاء نديرو فيه شويه ديال التراب، وغادي نقطعوا واحد الطريف من هاد الشجره هادي. وغادي نشدوها، غادي نغرسوها بدون جذور على هذا الشكل هذا مشاهدينا. وغادي نديرو لها التراب من الجناب صافي. غادي نتركوها مشاهدينا. وهاد الشجره ما كتحتاج الماء بزاف، لان الماء هو اللي كيخسر ليها التجدير ديالها، ما كتصدقش صافي. وغادي تقريبا طريقه السقي جوج المرات في الشهر. كما كتشوفوا مشاهدينا، فهاد الشجره دغيا كتكبر كما كتشوفوا. ملي غادي تكبر مزيان غادي تبدا تعطيكم في الثمار ديالها في الفاكهه. وهذا هو المحصول اللي جنيت مشاهدينا. حبيت انني نبارطاجي معكم او نشارك معكم هذه المعلومات المفيده. وما تنساوش تشتركوا في القناه مشاهدين باش تعمل فائده، وتبارطاجيو. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.